مشتركات، واهلا بيكم في قناتنا اي اندابه تي في. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون مختلف شويه لان دي نوعيه فيديوهات انا اول مره اعملها، اول مره اجربها في حياتي، وهي ان انا هوريكم اوردر جبته من امازون. طبعا انا مش من الناس اللي بتحب تطلب حاجات اونلاين ابدا، وعمري ما جربت اعمل كده في حياتي. حتى لو الحاجه نازله النص انا لازم اجيب حاجتي في الحقيقه واشوفها وامسكها واعمل كل اللي انا عايزاه بنفسي، ولو لبس اقيسه ولو شوز اقيسه وكل الحاجات دي. بس النهارده انا ما جبتش لبس وما جبتش شوز وما جبتش حاجه، جبت حاجات عاديه. انا طلبت اوردر صغير جدا كتجربه علشان انا حرفيا اتصدمت من اللي حصل، مش متوقعه اللي هيحصل خالص. فيلا بينا اوريكم انا جبت ايه وايه اللي حصل معايا. في شويه مميزات تحفه خلتني اطلب من غير ما افكر، وقلت اللي يحصل يحصل بقى. انا كنت خايفه جدا ان انا طالباه ما يجيش او تيجي حاجه غلط او كده. اول حاجه دفعتني ان انا اطلب وحسستني اللي هو لا انا لازم اطلب دلوقتي، كان في شويه مميزات حلوه جدا. اولهم انه التوصيل مجاني لاول اوردر ليكم، فده طبعا كان اول اوردر ليا. فلما طلبت الاوردر ما كتبوليش اي فلوس توصيل خالص، كان التوصيل مجاني. ولكن مش على كل القطع، يعني في قطع كان التوصيل بفلوس. يعني مثلا هنتكلم في ازازه شامبو كان مكتوب التوصيل مجاني. نيجي مثلا لازازه شاور جل على نفس السايت وعلى نفس كل حاجه، دي مثلا حق توصيلها كذا، فاهمني؟ وانتوا بتنقوا الحاجات اللي انتوا عايزين تشتروها، يبقى خدوا بالكم من الموضوع ده. وده طبعا على اول اوردر بس. تاني حاجه وبرده دي الحاجه اللي خلتني مطمنه جدا، انه الدفع عند الاستلام. في حاجات تانية ممكن ادفع النص وبعدين لما الاوردر يجي ادفع النص التاني. في حاجات تانية بدفع المبلغ كله، احوله مثلا على فودافون كاش او احوله باي طريقه من الطرق، انما ده الدفع كان عند الاستلام. ولكن كان في تقريبا 15 جنيه رسوم ان احنا هندفع عند الاستلام، فدي طبعا كانت حاجه حلوه جدا وعاديه بالنسبه لي. تالت ميزه انه هم ناس محترمه جدا جدا. واحنا بنملى بيانات الطلب بيجيب لنا ان احنا عايزين الاسم والعنوان ورقم التليفون. الرقم اللي انا حطيته كان بيبعت عليه رسائل اول باول، ايه هي الشحنه اللي جايه لنا دي مكونه من ايه، كتب لي الحاجات اللي انا جايباها كلها. عمو اللي جاي يسلم لي الاوردر او اللي انا هستلم منه الاوردر جاي الساعه كام بالظبط، وفعلا كان الساعه 9 ويجي الساعه 9. واهم حاجه في ده كله ان الاوردر حرفيا ما خدش غير 3 ايام. انا طالبه الاوردر يوم 29/7، جه يوم 1/8، يعني قعد مثلا 29 30 31 3 ايام بالظبط. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش، كل اللي قلته ده مميزات، دي حاجه وحيده ما عجبتنيش، انه لازم تفتحوا البوكس بعد ما تدفعوا الفلوس والمندوب اللي جاي يمشي. يعني ايه؟ يعني عمو لما جه اداني البوكس، فبقول له لو سمحت انا عايزه افتحه الاول اتاكد ان حاجتي جت، ان حاجتي كلها مظبوطه. قال لي لا ما ينفعش، لازم الفتح البوكس بعد الفلوس. فاديت له الفلوس ومشي وخلاص، وفهمني الطريقه ماشيه ازاي. ان انا لو فتحت البوكس بعد ما يمشي ولقيت فيه اي مشكله، حاجه ناقصه، حاجه زياده، اي حاجه، ببعت تاني على الابلكيشن والمندوب ده بيجي تاني. فالحمد لله بعد ما مشي واديت له الفلوس وكله تمام، فتحت ولقيت كل حاجتي مظبوطه وجت. فدي بس اكتر حاجه ما عجبتنيش، لان احنا يعني اللي بيحط الحاجه ده بشر، فاكيد لازم يغلط، ممكن يبدل حاجه بحاجه. فدي الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش، بس الحمد لله ان هي الحاجات جت مظبوط. يلا احنا اتكلمنا كتير قوي، يلا بينا افرجكم انا جبت ايه. اول حاجه اصلا انا شاريه الاوردر ده كله او عاملاه علشان كنت عايزه اجيب ماكينه حلاقه لبابا، حلاقه شعر يعني. فانا شفتها وعجبتني وحبيت ان انا اجيبها له يعني. برضو ممكن افتحها اوريها لكم. طبعا انا ما بفهمش فيهم اكيد، بس انا لقيت عليها ريفيوز حلوه، يعني الناس بتقول عليها ان هي كويسه وكده، فجبتها وحاليا تحت التجربه. طبعا معاها الكتالوج بتاعها، وده كده شكلها، هي شكلها شيك الصراحه، ومعاها بقى حاجتها والحاجات دي. طبعا انا ما بفهمش فيهم فمش هشرح لكم ده عشان انا ما اعرفش اساسا. كانت حلوه، وكان ناس كتير قوي قالت عليها ان هي حلوه. انتوا لما بتيجوا تطلبوا من الابلكيشن نفسه بتلاقوا الاراء بتاعت الناس او الريفيوز بتاعت الناس تحت، تنزلوا كده تحت شويه. فانا لقيت ان الناس كاتبه عنها كلام حلو، فعشان كده جبتها. تاني حاجه جبتها السيروم ده من ديسور. بجد انا لقيت برضو عنه ريفيوز حلوه قوي وان الناس بتقول عليه كويس، فجبته. بصوا حجمه كيوت ازاي، حجمه تقريبا اصغر من ايدي، يعني ايدي بالصوابع هو قد الحته دي بس. فتعالوا نفتحه مع بعض ونشوفه. طبعا هو البتاع بتاعتها كان متغلف، بس انا طبعا برضو فتحتها علشان اشوفه، فانا دلوقتي بوريه لكم. بصوا حجمها كيوت ازاي، وسيرم عادي اللي هي بالبتاع دي. بصوا قوامه حلو قوي. فهو برضو تحت التجربه لسه، لما اجربه مده هبقى اقول لكم هو حلو ولا لا. واحلى حاجه كمان ان هو كان عليه خصم غير الصيدليه، كان ب 95، انا جايبه 95، وهو بره تقريبا ب 120 130 حاجه زي كده، فعجبني يعني. وطبعا انا مش هنزل في الحر تاني ومش هشحطط نفسي تاني وان انا الف في المحلات، انا هطلب كل حاجه بعد كده حرفيا. تاني حاجه جبت السبراي ده من نيفيا. انا بستخدم انواع تانية كتير، بس حبيت ان انا استخدم ده واجربه. ريحته اللي هو بالكريز، انا شميت ريحته يا جماعه، ريحته تجنن، ريحه انتعاش كده، فده لو بيثبت في الهدوم هيبقى حلو قوي.
انا جايباه عشان احطه على الهدوم، يعني بعد ما خلصت تلبسيه وبدل مثلا ما تحطي برفيوم او مع البرفيوم هيبقى حلو قوي. انما انا ما بستخدمش الحاجات دي على الجلد خالص، عشان سمعت وقريت قبل كده ان هي ما بتبقاش احسن حاجه، ما بتبقاش حاجات صحيه للجلد يعني. فجبته برده كان سعره حلو، كان سعره تقريبا 65 جنيه. فانا معرفش هو بكام بره، بس عامه انا جبته يعني. ريحته تجنن يا جماعه، يعني لو جربته ولقيته فعلا بيثبت في الهدوم ارشحه لكم بشده، هبقى اقول لكم عليه بعد كده يعني. بعد كده جبت الكريم ده من كير اند مور، انا جايباه مخصوص للايد. هو مكتوب عليه ان هو للجسم وللوش وللايد، بس انا ما انصحش ان احنا نحط حاجه زي دي على الوش، لان هو قوامه مش تقيل، ولكن يعني قوامه ما ينفعش على الوش. انما كايد بصوا كريمه يا جماعه، يعني بجد يعني قوامه حلو قوي على الايد، مش تقيل ومش بيلزق خالص. بس انا ما انصحش ان هو حد يحطه على وشه، لان فيه عطور وحاجات زي كده، فمش هتكون احسن حاجه للوش. ريحته تجنن، وسعره كمان برده كان حلو قوي، كان تقريبا ب 26 جنيه. فبرده انا معرفش هو كام يعني بكام بره، بس انا جبته عشان كنت عايزه برده اجربه. وفي حاجه ماما كمان عايزه اقول لكم عليها، نسيت اقول لكم عليها، ان انا دورت كتير على ده في صيدليات ما لقيتهوش. فلما لقيته على امازون ما ترددتش ان انا اجيبه، وبالذات ان انا كنت سائله عن سعره، فلقيت ان هو سعره حلو، ولقيت ان هو متوفر عندهم عادي، فعشان كده جبته. وفي فعلا حاجات كتيره قوي انا بسال عليها في اماكن حواليا وفي صيدليات وفي هايبر ماركتس ما بلاقيهاش، بعد كده ان شاء الله هبقى اطلبها. نيجي بقى للتفاهه، لقيت دي، فبصراحه انا كنت بلعب بيها وانا صغيره، كنت بعشقها حرفيا. فانا يعني ما فيش واحده في سني اكيد هتروح تشتري دي، فلما لقيت ان انا ممكن اطلبها من غير ما حد يعرف ان انا طالباها، فلا عجبتني يعني. فانا كده كده بحبها جدا. بصوا هي ميكس بين يويو كده، هي موتره الصراحه بس حلوه يعني. انا اللي عاجبني الالوان، بصوا الوانها لذيذه، مش عارفه الصراحه ايه اللي انا جايباه ده، بس هي لذيذه يعني. بعمل بيها حركات حلوه قوي، بصوا، وبقيت بعمل بيها ورده. بصوا يا جماعه، ما اقدرش اتكلم عن الكياده بتاعتهم، هم المفروض يشرحوا نفسهم بنفسهم. دي بنت سافره باولادها، بصوا قد ايه شكلها كيوت. بصوا، وعلى فكره برده بصراحه انا اتخدعت في حجمها الى حد ما. بصوا برده هي حجمها قد ايه واولادها قد ايه، بس اولادها اكيد حاجه في الدنيا. بصوا ايه العسل ده بجد. فعجبوني بصراحه وجبتهم، كان سعرهم تقريبا 35 جنيه. وعجب اخويا اكتر حاجه عشان برضو يلعب بيهم، وديكور حلو قوي يعني. انا بفكر احطهم ديكور عندي في الاوضه. بس كده ده كان فيديو النهارده وتجربتي لاول مره مع الشوبينج اونلاين. بصراحه دي اول مره ومش هتبقى اخر مره ابدا. وبالنسبه انه التوصيل برضو، عشان لو في ناس عايزه تطلب تاني بعد اول مره بيبقى التوصيل مجاني، انما تاني مره هو اصلا كان كاتب لي ان التوصيل حوالي 25 26 جنيه، وهو خصمهم عشان دي اول مره. فلو التوصيل فعلا حوالي 30 جنيه، ده مش مبلغ قصاد ان احنا فعلا بننزل ونفضل نلف وبنجيب من هنا وبنروح وما نلاقيش حاجه هنا وهكذا، زي ما انا كنت بعمل في الاول. وطالما انا خلاص ضمنت ان الحاجه بتيجي زي ما انا طلبتها، فبعد كده انا هقضي حياتي كلها اصلا على امازون وعلى اي مكان تاني موثوق طلبت منه اكيد هبقى اقول لكم. فبس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو. وبس، باي.